السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زمان كانت في أرض بتنور بالحب والسلام. فلسطين أرض الأديان، فيها المسجد جنب الكنيسة والناس عايشة جنب بعض من غير خوف. القدس كانت بتسمع صوت المؤذن، ورا منه أجراس الكنيسة وريحة الزعتر والياسمين مالية الشوارع. ظهور الفكرة، بداية الحركة الصهيونية. ظهرت ازاي الحركة السرطانية دي؟ فعلا انت سمعت صح، سرطان. ليه؟ علشان هم قوم شبه المرض الخبيث. المهم، في قلب أوروبا وسط مواجهات العنصرية ظهرت فكرة خطيرة، إن اليهود محتاجين وطن، بس مش في أوروبا. هيرتز مؤسس الصهيونية اقترح كذا مكان: الأرجنتين، أوغندا، وفلسطين. في مؤتمر بازل سنة 1897 الحركة الصهيونية كانت محتارة. في ناس شايفين إن الأرجنتين أرض خصبة وسهلة، وفي اللي شايف إن فلسطين هي أرض الميعاد حسب الروايات الدينية. وفي الآخر اختاروا فلسطين، مش لأنها الأنسب، لكن لأنها تخدم مصالح الاستعمار البريطاني وتحقق حلم السيطرة على قلب الشرق. طيب ده حصل إزاي؟ بعد الحرب العالمية الأولى وانهيار الدولة العثمانية وتقسيمها في معاهدة سايكس بيكو، ومن بعدها سان مين. ده علشان مساندة اليهود لبريطانيا وحلفائها بالأموال في الحرب. وعد بلفور والتخطيط الاستعماري. وعد الدم. في سنة 1917 بريطانيا وعدت اليهود بوطن في فلسطين. وعد بلفور مش وعد حب، ده وعد استعمار. بدأت الهجرة اليهودية وبدأت الخطة تتنفذ خطوة خطوة على حساب شعب موجود من آلاف السنين. في 14 مايو 1948 بن جريون أعلن قيام دولة إسرائيل، وتاني يوم دخلت الجيوش العربية تحاول توقف الكارثة. لكن كانت الخطة جاهزة والدعم العالمي شغال، والنتيجة نكبة شعب، تهجير 750 ألف فلسطيني، تدمير 500 قرية، ومجازر زي دير ياسين والطنطورة. الاحتلال ما انتهاش، بالعكس كبر: استيطان، جدار فصل، حصار، ومليون محاولة لكسر الإرادة. بس الفلسطينيين لسه صامدين، من غزة المحاصرة للضفة المخنوقة لحد مخيمات الشتات، صوت الحق لسه عالي. فلسطين مش أرض بلا تاريخ، دي أرض الكنعانيين من آلاف السنين. الأرشيف العثماني بيقول إن القرى دي فلسطينية، حتى علماء آثار يهود قالوا مفيش أي دليل لحضارة إسرائيلية حقيقية. طب تعال نشوف الأديان بتقول إيه عن مكانة فلسطين. في الإسلام القدس هي أولى القبلتين ومصر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المسيحية فيها كنيسة القيامة وبيت لحم والناصرة. أما اليهود فحتى وجودهم التاريخي ما كانش دائم، الأرض عمرها ما كانت ملك حصر. قال تعالى: الأرض لله يورثها من يشاء. هل من المنطق أن حد يجي من أوروبا يحتل ويطرد شعب كامل؟ هل القانون الدولي بيقبل كده؟ لا، مع ان كلنا عارفين ان القانون الدولي المفروض يمشي على الكل، لكن كله بالمصالح، مجرد كذب على الدول. علشان كده لازم تفتح وتشوف الحقيقة. حق العودة، تقرير المصير، اتفاقيات جنيف كلها بتقول الاحتلال غير قانوني والفلسطيني ليه حق. فلسطين مش قضية حدود، دي قضية حق ووجود وكرامة، والحق مش بيتنسي، يمكن يتأخر لكن بيرجع. الناس اللي اتولدت في المخيمات لسه بتحلم بالعودة، والأرض اللي اتسلبت لسه بتنادي أصحابها. في الخاتمة، لكل ظالم يوم ومن كل مظلوم يوم هيرجع حق. شير الحلقة علشان حق إخواتنا ما يتنسيش ولا يتهدر. ديسلايك، مشترك، وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. أشوفكم على خير، مع السلامة.